إصدار شهادة 23%، وأحدث 3 شهادات بالبنوك والأعلى بعد اجتماع البنك المركزي والأفضل من البنك الأهلي وبنك مصر. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو، اشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك، أفضل استثمار من أول 1000 جنيه تلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. التغيرات اللي حدثت في خلال السنة الماضية جعلت الكثير من العملاء بيتخوفوا من ربط الشهادات بعائد، ثم يتم رفع أسعار الفايدة، وطيلة الوقت ينتظرون إصدار شهادات مرتفعة، وذلك للربط على أعلى عائد بالبنوك، لأن العائد حاليا يعتبر بالنسبة للتضخم فهو عائد يعتبر بالسلبي، وهذا يؤدي إلى تخوف كثير من العملاء. لذلك نبحث دائما على أعلى الشهادات لطرحها على عملائنا في القناة، وكل يوم بننزل لك على القناة شهادات جديدة، والمناسب لحضرتك اربط عليه، ولو العائد غير مناسب ممكن حضرتك تنتظر شهادة أخرى. لك حرية الاختيار، كل اللي عليك ان انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس وبتلايك للفيديو عشان يظهرلك كل فيديوهاتنا، وانتظر الشهادة المناسبة لحضرتك. وتعالى بقى نتعرف على أول شهادة معانا من 3 شهادات اللي معانا النهاردة. أول شهادة معانا وهي بعائد 20%، وهو عائد ثابت طول فترة الشهادة. العائد بيكون على الشهادة لمدة 3 سنوات، والعائد بيصرف شهريا. الشهادة بتصدر في البنك الأهلي المتحد في جميع فروعه على مستوى الجمهورية. طب تاني شهادة معانا وهي بعائد 20%، مدة الشهادة بتكون 3 سنوات وبتصدر بالجنيه المصري. العائد بيكون ثابت طول فترة الشهادة، ولكن العائد هنا 20% سنويا وليس شهريا، وهي تصدر ببنك التعمير والإسكان. تعال بقى نتعرف على الشهادة التالتة وهي بعائد 23%. دورية الصرف بيكون شهر، والعائد أول عام بيكون 23% ثابت طول العام. أما بالنسبة للسنة الثانية والثالثة فهو بيساوي الإيداع المعلن من البنك المركزي، وهي تصدر من البنك المصري الخارجي بكل فروعه على مستوى الجمهورية، وهم يعتبروا أعلى عائد من شهادات 19% المطروح حاليا سواء بالبنك الأهلي أو بنك مصر أو بنوك أخرى. وانتظروا منا باقي الشهادات، وما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يظهرلك الفيديو بالشهادات القادمة.